اللي يقعد 7 سنين مخبي اكيد دي ما كانتش العلاقه الوحيده في حياته. هل في قبل ال7 سنين جوازه تانية؟ لا ما فيش. مفيش اي حاجه كده ولا كده؟ لا خالص. ولما كنت ال7 سنين اللي كنت متجوز فيهم دول ما كانش في حاجه ثالثه؟ لا ما فيش، ولا اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه. لا، هو الحاجات الرسمي هي اللي موجوده. ما عنديش حاجه. خلي بالك ان انا يعني مش هقول ان انا وانا صغير وبتاع وقبل ما ارتبط عادي كلنا بنصاحب وبتاع ونعيش حياه المراهقه دي، لكن في الجزء الرسمي وكده لا طبعا. هو ده ما فيش غير هما مرتين. وحرمت ولا ناوي تكررها؟ لا يعني خلاص بقى. حرمت؟ لا خلاص. مش عارفه، مش مطمنه. لا خلاص. حاسه ان الرحله كانت ممتعه، هي بس قفلت قفله مش عاجباك. لا هي مش رحله، هي يعني مرحله، ومرحله يعني ما كانتش فيها مشاكل كتير او صراعات او خلافات. يعني كانت مرحله الحمد لله. حتى على المستوى اساسا الفتره دي انا حققت فيها بطولات ونجحت في شغلي وعملت اسم كويس. فاعتقد ان دي كانت برضو مش مرحله فيها مثلا خلافات ومشاكل وان انا مثلا اعتزلت بدري او اصابات او لا. يعني الحمد لله كانت مرحله بالنسبه لي كويسه. ممتن ليها. طبعا كانت مرحله كويسه جدا يعني. تاني اتهام معانا من الجمهور. جمهور بيتهمك انك كنت بتنفسن من كابتن عبد الواحد السيد وانك سبب استبعاده من ماتش ال6-1. لا بصي، هو طبعا كل الناس واخدين ان انا كان في مشاكل مع ابو واحد طول الفتره اللي احنا كنا بنلعب فيها. هو احنا طول الوقت كنا علاقتنا كويسه قوي بره الملعب، ولكن في الملعب كلها مرتبطه بان احنا بننافس بعض، مين يلعب ومين يشارك. وكانت المنافسه شريفه جدا، ما فيهاش زي ما الناس كانت متصوره صراعات بقى ومن تحت لتحت وده يعمل في ده مقلب او يسخن عليه. لما كانش ده بيحصل. وده اللي بان للناس حتى بعد ما اعتزلنا وبطلنا. احنا اشتغلنا مع بعض في نادي الزمالك في 1.5 سنة مع مستر أسوري ومعتمد جمال واحمد مجدي. وبعد ما مشينا من الزمالك واحنا اشتغلنا مع بعض في البنك الاهلي مع كابتن ايمن الرمادي. فلا امال ليه الانطباع ده؟ ليه الناس عندهم الانطباع؟ علشان احنا كان ساعتها من سن واحد وطالعين مع بعض وكنا بنلعب ماتش وماتش. وفي ماتشات كتيره يمكن انا اما لعبتها اتغلبنا، كان عبد واحد مصاب ومش موجود. فتصوروا ان طول الوقت بيبقى في مشاكل وانا بلعب، فهو مش عاوز يقعد احتياطي فبيستبعد او بيعمل مشاكل. وده ما كانش حقيقي، لان طبعا هي المنافسه يعني متاحه طبعا للجميع، بالذات المركز ده. واحنا زي ما اقول لك كنا احنا اسمين مع بعض طالعين من سن واحد في منتخب شباب وناشئين واولمبي، وبننافس على مين يبقى حارس مرمى الزمالك، وموجودين في المنتخب مع بعض. فده كان بصراحه اتهام مش مظبوط.